وهل انت تفتكر ان لو كان في واحد من ان ده لو واحد من الخلفاء الراشدين اللي هم بيحاولوا يقيموا دولة زي ايام ما كان في الدولة الاسلامية، تفتكر ان هم كانوا هيختلفوا ما بينهم على بيعة الخلافة؟ مستحيل. فواحد منهم لو ما عجبوش الكلام هيسلط الناس تعتصم وتعمل شغب. طبعا هتطلع تقول لي انا ما قلتش لحد يعمل شغب، انا قلت اصبروا واعتصموا. لا، اصبروا واعتصموا ايه؟ انت عارف ان اللي فيها صبر ولا فيها اعتصام. وإن هيحصل انت عارف كويس، مناقشات ايوه وهيحصل بالظبط، مشاكل وعارف ان هيبقى فيها بلطجة، وعارف ان هيبقى فيها سرقة، وعارف ان هيبقى فيها جاتوه بيتوزع. عارفين كل الحاجات دي. بس الجيش والله الموضوع ده ايه بيحرق موضوع دم. الجاتوه ده؟ مش فاهم. انا لو اعرف ان الجيش بيوزع جاتوه كنت كان رحت زماني رايح هناك من زمان يا جدعان. العلبة، كنت عليها دار المدرعات. يعني انتوا ازاي يعني؟ الفيديو ده ظهر امبارح ولا اول امبارح، مش فيديو، صورة كمان. عندك منتديات معلش هذكرها بقى بعينها، زي جروب اسمه مكافحة العلمانية، ولا جروب ائتلاف فنانين، صفحة ائتلاف فنانين الثورة بتاعت كريم يعني مغاوري. ايه فنانين الثورة؟ يعني ايه فنانين الثورة؟ يعني الفنانين بقى اللي طلعوا بقى عشان يصوروا، عشان في فنانين فلول وبتاع. فنانين فلول عشان ايه بالظبط؟ مش فنانين فاهم. بقى فلول بقى بينادوا ازاي يحصل كده لحسني مبارك وبتاع. وفي فنانين تانية كانت مع ثورة. ما علينا، المفروض انتوا ناس متعلمة او ادمنز لصفحات عليها لايكات كتير وناس بتخش تتفرج. يا رئيسي مع احترامي وسوري بدون قطع كلامك، الناس اللي طلعت فنانين الثورة وفنانين مش عارف ايه، الكلام ده كله كلام هجس. يعني ايه فنانين؟ انت اصلا حسيت امتى بالظلم وبالجوع عشان تصور؟ انت طالع علشان تعمل اسم وتعمل منظر. صح. ليه؟ عشان انت ممثل فاشل مثلا، او ممثل لسه صغير، او ممثل شهرتك قلت شوية، فتروح طالع لك في دورين، تطلع في الثورة، الناس تسقف لك. لما تيجي تعمل فيلم بعد كده اه صح. تلاقي الناس بتدور على السينما، زي شرموطة السينما المصرية كانت بتطلع في كل الأفلام تنقع عماص. ونفس الموضوع دلوقتي، الناس دي بقى يعني بتضحي. ضحي بإيه أنت بالظبط؟ إيه اللي أنت ضحيت بيه؟ إيه اللي أنت عملته؟ لا يا عم، كل واحد بينزل بتاع ياخد له كام صورة جنب التحرير وبتاع وماسك بيت في العلم. الشارع أنت؟ زي اه. الناس اللي باتت في الشارع؟ قعدت بالأيام، اتضربت، اتهنت، حد من أهلك اتهان واتضرب واتهان لا كرامته؟ بس في ناس اتعورت وناس اتضررت، يعني عشان الواحد برضه يبقى فيه مصداقية. اه. صدفة. الله اعلم بقى. بس هي المشكله في حاجه، الناس دي مثلا اوكي عايزه تنزل وتظبط البلد وخايفه على على البلد وقلبها على البلد زي ما بيقولوا. يبقوا لما تيجوا تنشروا حاجه، ناس كتير ناس كتير بتشوفها، ما تنقلوش بحاجه غلط او ما تتسرعوش في نقل اي حاجه، لان كل ده في رقبتك، كل ده ذنب في رقبتك. يعني الصوره اللي نرجع، الصوره اللي هي واحد ماسك لي علبه جاتوه وعليها دار المدرعات، انا مش فاهم. اقول لك دي كانت مكان البلطجيه، وشفته الجيش هو اللي جاب. هل البلطجيه دول رايحين يقتلوا في الناس ويعملوا مشاكل ويصفوا عين الناس، ولا رايحين عشان ياكلوا؟ انا مش فاهم انتوا بتفكروا ازاي. لا، انت مش فاهم، هم قالوا للبلطجية روحوا الحتة اللي هناك فيها لما بتوسخوا في الضوانة، وهناك في جاتوه. البلطجية أصلا يعني هي أصلا راحت عشان الجاتوه. مش عشان ليه محرومين يا عيني؟ ما شافش جاتوه، باسطة، قال له في باسطة هيك. طالع يقول لك في رحله. باسطة. هم عملوا سندوتشات عشان تطلع رحله. يعني في ايه كل المفروض؟ واحد هياخد له 50 جنيه وحتة جاتوه لا، واللي يحرق دمك تقول بقى عشان رايك. العيال. تقول رايك بما يرضي الله، تلاقي العالم بالتراث. لا ازاي؟ لا هو الجيش عمل كده. هو ايه؟ هو غباء حافظ مش فاهم. يعني دي الام الغباء اللي بقى خلاص فيكوا انتوا، يعني زي ناس متعلمه وزي ناس بتفهم في السياسه، وزي انتوا اصلا فنانين او صفحه تانية لو مكافحه العلمانيه. انا مش فاهم. ثانية واحدة، معانا البلطجيه منين مكالمة اللي تاني. معانا؟ ابو اسماعيل تاني. ألو، مساء النور. انا هقول حمام، ها؟ ثانية واحدة. هو دخل الحمام.